السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم أو مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. أهلا وسهلا بكل اخواتنا وحبايبنا وأصحابنا الجداد اللي نوروا قناتي. وأتمنى منك يا قمر لو انت جديدة معايا وبتتفرجي على الفيديو وانت مش مشتركة نوريني باشتراكك، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واكتبي لي كومنت عرفيني ان انت جديدة معايا. النهارده يا بنات روتيننا جميل جدا مشجع جدا، في حاجات كتير قوي. هنفرز وهنعمل غدا وهنعمل حلويات. بصوا يعني بجد في حاجات حلوة قوي. انا حاولت اجمع كل المقاطع في الفيديو دوت اللي نقدر نشجع بيها. بصي يا بنات، انا جبت كمية من الفاصوليا واللوبيا وسلقتها وبشيلها. الطريقة دي انا بعملها من سنين، بتوفر عليا وقت بطريقة رهيبة. آه يعني في رمضان مثلا دلوقتي نمتي وقمتي متأخر مفيش وقت تعملي اكل، هتشدي كيس من دوت على كيس الصلصة اللي احنا مجهزينه، على شوية الرز اللي هتحمريهم، وكده كده اصلا برضو احنا مفرزين البصل. فان شاء الله بإذن الله في اقل من ساعة الفطار بتاعك كله جاهز. تمام. تمام. مبدئيا يعني بننقع اي بقوليات من بالليل لتاني يوم، او لو الصبح لحد بالليل، اهم حاجة يعني 12 ساعة. وبعد كده يعني بنفضي المية اللي نقعناها، غلط ان احنا نسلقها بيها، لازم نفضيها ونحط بقى مية جديدة ونسلقها. انا يا بنات ما بسلقش سلقة كاملة، لاني انا هشيلها مش هطبخها دلوقتي. ف دي طريقتي. لو انت بقى عايزه يعني تسلقيها سلقه كامله براحتك، بس نصيحه مني اعمليها 3/4 سوا، علشان لما تطلعيها من الفريزر وتحطيها في الصلصه تكمل سواها معاكي، ما تبقاش مهريه. زي ما قلت لكم التفريز والله حلو جدا وبيسهل علينا كتير جدا جدا جدا. هعبي كل الكميه بتاعتي ديت وهشيلها. نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. كده يا بنات أبقى جهزت الكمية بتاعتي، ما شاء الله تبارك الله عملوا معايا كمية حلوة جدا. أنا كنت جايبة نص كيلو من اللوبيا ونص كيلو من الفاصوليا، واتفاجئت ان انا عندي ربع كيلو كمان لوبيا، فالكمية كانت كويسة جدا. ربنا يا رب يعني يعمر بيوتنا كده بالخير والبركة يا رب. فكرة يا بنات قص الكيس دي حلوة قوي، ما بتخلوش ياخد مساحة. انا جبت لكم هنا مقطع انا عاملاه في فيديو منفصل فرم الثوم. آه وقلت لكم في الفيديو يا بنات اللي ملحقش يخزن الثوم يلحق يخزنه، لان خلاص هينشف وهيغلى. بصوا يا بنات، انا لما بيبقى عندي جزر بجيب يعني شوية كده وابشرهم واحطهم في كيس واحطهم في الفريزر. وكنت جبت فلفل الوان احمر برضو قطعته وبشيله زي ما هو كده في الفريزر. بصوا بقى ما شاء الله تبارك الله، دي الحاجة بقى اللي لما بعملها بفرح كده. وبصوا ببقى منشرحة كده مش عارفة يعني إيه منشرحة، بس ببقى مبسوطة. بصي يا بنات، دي سمنة بلدي. السمنة البلدي دي انا مش شارياها، انا اللي عاملاها. اللي قديم معايا عارف ان انا بحوش القشطة من السنة للسنة وبطلعها واعملها. كان المفروض والله ان انا اطلعها واعملها قبل رمضان، بس ما حصلش نصيب، يعني خير الحمد لله. والحمد لله اللهم بارك، الكمية كانت حلوة جدا وكانت قرفتها حلوة قوي. هي اي نعم تعبتني شوية في ضربها، بس والله النتيجة بتفرحني بقى. خلاص بقى عندي تقريبا 2 كيلو سمنة. ما شاء الله تبارك الله. اللي ما يعرفش الطريقة يا بنات، بتجيبي اللبن تغليه وبعد كده تاخدي القشطة بتاعته. بصوا يا بنات، بقولكوا ال3 علب دول اللي كانوا فيهم القشطة، وده الشرش اللي طلع منها، وده طبعا الكبة اللي بطل النهاردة. ده يا بنات الشرش بتاعها. انا حطيت فيه شطة وغليته على النار وهحطه في المش.
دي يا بنات شكل السمنة ما شاء الله بعد ما خلصت خلاص. انا هنا كنت طفيت عليها خلاص. انا بحب المرطة بتاعتها فاتحة. وده شكل المش بعد ما غليته، بخليه يبرد خالص. وبفضيه بقى في المش بتاعي. انت لو حابة تغمقي المرطة عن كده شوية غمقيها، بس بصراحة انا بحبها كده عشان السمنة ذات نفسها تبقى حلوة وفاتحة معايا. هي كده استوت خلاص، مش عايزة سوا تاني. بصوا يا بنات، ده برطمان السمنة ال2 كيلو انا فضيتهم فيها ما شاء الله تبارك الله. يعني عملنا 2 كيلو سمنة. شوفوا دلوقتي هي عاملة كام، بصراحة ما اعرفش سعرها بس هتلاقيها ما تقلش عن 200 تقريبا او 300. وهنا جبت الكبة بتاعتي غسلتها بسبونشة يعني فيها البريل بتاعنا اللي احنا عاملينه مع بعض، وغسلتها كويس جدا ونضفتها ونشفتها. تعالوا بقى نخش على الحلو بتاعنا. هنعمل مع بعض جلاش وكنافة. هنا ماما ربنا يبارك لها يا رب ويديها الصحة، هي اللي هتعمل الجلاش وانا اللي هعمل الكنافة. بصوا يا بنات، الجلاش ده ليه طريقتين. ان انتي تفردي الجلاشة سليمة زي ما هي، وتحطي فيها الحشوة كده بالعرض كلها وتلفيه، وبعد كده تحطيه في الصينية وتقطعيه. والطريقة التانية زي ما ماما بتعمل كده، ان انتي تقطعي شرايح كأنه مثلا زي السمبوسة وتلفيه وتحطيه. مفيش اسهل منه خالص. عايزه اقول لكم على فكره يا بنات، انا من اول ما فتحت القناه وانا بتحايل على ماما اني اصورها وهي بتعمل اي حاجه، وهي بترفض بشده. ماما ما بتحبش خالص التصوير وما بتحبش خالص الكلام دوت. كنت كل مره اقول لها ترفض، اقول لها يا ماما انا مش هجيبك اصلا، يعني يا دوبك ايديكي بس وهشرح انت بتعملي ايه. لا بصراحة كانت بترفض جدا. لولا ان بابا قال لها ايه يعني ما فيهاش حاجة وكده. و يعني الحمد لله اقتنعت ورضيت ان انا اصورها في المقطع ده. بصوا يا بنات، علبة التلاجة دي انا عاملاها جاهزة. بحط فيها جوز الهند، وبحط فيها زبيب، وبحط فيها سكر. ودي بتبقى جاهزة معايا طول رمضان. اي حلويات بنعملها بناخد منها وبنعملها. كل حاجة سهلة بسيطة معاكم قوي. السمنة ديت كانت عبارة عن سمنة صفرة، زبدة صفرة، وعليها معلقتين من السمنة البلدي اللي انا عملتها. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مفيش اي افتكاسة، مفهوش اي صعوبة. بندهن الصينية سمنة وبعد كده بنعمل الخطوات اللي قلتلكوا عليها دي، وهنمشي مع بعض واحدة واحدة. انا اول يوم رمضان يا بنات عملت كنافه وعملت قطايف. بس بصراحه كنت مستعجله جدا. انا عايزه اقول لكم انا بصور في رمضان بالعافيه. يعني انا ما بعرفش اصور اي حاجه بعملها في رمضان، ببقى مستعجله جدا. ما اعرفش، وانا من الناس اصلا اللي بتتلهوج، يعني ما بحبش. ايه ده المغرب هيأذن ما اعرفش ايه فاهمين. وانا اصلا عندي توتر في البيت شويه. هنا بقى يا بنات خلاص كنت غيرت الصينية عشان عوزت الصينية هعمل فيها الكنافة. حطيتهم في الصينية بتاعة البسبوسة، وجبت السمنة وهدهنها بقى كده حاجة بسيطة خالص كده من على الوش. انا يا بنات من الناس اللي ما بحبش السمنة كتير. بحس ان الحاجة كده بتبقى اخف واطعم يعني بصراحة. هدخله الفرن بقى. وهنا انا كنت جايبة نص كيلو كنافة وحطاها من قبلها بيوم في الفريزر. التركية دي يا بنات بتفرق في الكنافة بطريقة مش طبيعية. لو ما بتعمليهاش جربي، على ضمانتي هتدعيلي. عايزة اقول لكم انا مسافة بس ما طلعتها وعملنا الجلاش انا لقيتها بدأت تفك. يعني بصوا الجزء اللي في ايدي دلوقتي ده كان فك. بصي بقى بيتعبني ازاي في تفتيته. لكن لما بتبقى مجمدة، انا عايزه اقول لكم بتبقى بودره. بودره اللي هو انت يا دوبك بتدوسي عليها كده بتلاقيها فرولت في ايدك. بتطلع بقى معاكي متماسكه وناعمه. وبصوا حاجه يومي كده جميله. انا من الناس اللي ماليش في الحلويات على فكره، مش ماليش في العمايل. ماليش في اكل الحلويات، ما بحبش الحلويات. بس الحمد لله يعني بفضل الله بعمل الكنافه كويس قوي. القطايف بصراحه مش قوي، نص نص. لاني مش بعملها كتير.
يعني انا ممكن اعملها مرة واحدة او مرتين طول شهر رمضان، لكن الكنافة بصراحة لا، بحب اعملها. بصوا بقى يا بنات، دي طريقتي. انا مش هقولك معيار معين في السمنة. السمنة دي بعينيكي انتي. هتحطي شوية سمنة وتقعدي بقى تفركي فيها كده بالكنافة، تغلفيها. لما تلاقي ان كل الكنافة اتغلفت بالسمنة، بس انزلي شوية شوية عشان ما تزيدش معاكي. الكنافة كلها اتغلفت معاكي كده خلاص تمام، ما تحطيش تاني. زي المرحلة دي كده دلوقتي، لا هي كده لسه عايزة تاني. فكل ما تعوز اديها شوية. وهنا يا بنات في لقطة يعني ما تصورتش، ان انتي تحطي معلقتين سكر في المرحلة ديت وانتي بتحطي السمنة فيها. تمام. اعملوها بالطريقة دي يا بنات، والله مش يعني ان شاء الله هتعجبكم جدا. هناخد بقى نص الكمية هنحطها في الصينية. بصي يا بنات، في طريقتين لعمايل الكنافة. الطريقة الأولى إن انت تجيبي صينية أصغر من الصينية اللي بتشتغلي فيها، وتحطيها وتتكي على الكنافة جامد علشان تطلع الكنافة معاكي متماسكة. والطريقة التانية اللي أنا هعملها معاكم النهاردة، إن انت تدوسي عليها بإيدك جامد جدا وما تتسرعيش. يعني خدي بقى كده وقتك، علشان لازم فعلا تدكيها كده جامد. ما اعرفش بقى انتوا بتقولوا عليها ايه، بس لازم تدك كده. عارفه اللي هو انت طلعي همك فيها، هو كده يعني. ما ترحميهاش. خلاص حطيت الحشوه بتاعتي، وهنزل بقى بكميه الكنافه الباقيه. وكده يعتبر خلاص الكنافه بتاعتي خلصت. الشربات بتاعي يا بنات، لاني ما صورتوش، كوبايتين سكر على كوباية مية، او كوباية ونص مية، على حسب انتي بتحبي الحاجة مسكرة ازاي. لو انتي بتحبي الحاجة مسكرة قوي هتبقى كوباية مية واحدة. انا عشان ما بحبهاش مسكرة قوي فبعملها على كوباية ونص مية. كوبايتين سكر على كوباية ونص مية، وما بقلبهاش وما باجيش ناحيتها خالص. بصوا يا بنات، انا بتك جامد على فكرة، بتك جامد يعني. سيبكم من طرف ايدي ده، بس انا بتك جامد. وكده المقطع متسرع. تخيلوا بقى انا قعدت وقت قد ايه ادوس عليها كده. نرجع للشربات. ما بتقلبهوش خالص وبتحطيه على البوتاجاز يغلي كويس جدا، وبعد كده بتنزلي بكيس فانيليا وعصرة ليمونة. هنا خلاص انا كنت طلعتهم. على فكرة يا بنات، هي مش غامقة ولا حاجة، انا بحبها مقرمشة شوية. واسفة ان انا بحط بالحلة كده الشربات. انا عايزة اقول لكم ماما واقفة جنبي بتقولي يا بنتي على مهلك حطي بالكبشة. قلت لها لا مفيش وقت خلاص. يا اما مش هصور خالص، يا اما هنجز. تعالوا بقى هنعمل مع بعض احلى صينية رز معمر. انا اول مرة هصورها لكم في القناة. الحمد لله بفضل الله بيطلع حلو جدا ومفلفل. بصوا انتوا هتشوفوا بعينيكم. بصوا يا بنات، انا دلوقتي هشتغل بكيلو رز. تمام. كيلو الرز يعني حطيت له معلقتين سمنة. زي ما قلت لكم دي زبدة صفراء وعليها معلقتين سمنة بلدي. وهزود بقى معلقة سمنة بلدي عشان لقيت ان الكمية دول قليلين عليه. هقلب بقى السمنة مع الرز كويس جدا، وهنزل عليه بفلفل اسمر وملح. وعايزه اقول لكم والله يا بنات، انا كنت خايفه جدا يطلع دلع، بس الحمد لله طلع ملحه مظبوط. وكانت قرفته حلوه بجد. لان انا قلت لكم قبل كده ان انا من الناس اللي لما بيبقى عندي حد بتلخم وبرتبك. ولو الحاجه دي بتطلع مني حلوه قوي في اليوم ده، انا الحاجه بتطلع مني استغفر الله العظيم. ما اعرفش، دي طبيعتي على فكره يا بنات. يعني مش شرط مين اللي عندي او كده. لا لا لا، انا كده انا كده يعني. احب اجهز من قبلها، فاهمين؟ ما بحبش اعمل الحاجه كده في ساعتها، بتلبخ جامد. فالحمد لله الحمد لله طلع قرفته حلوة جدا، وطلع بصوا حاجة كده ما شاء الله تبارك الله. الكيلو الرز يا بنات هنزل عليه
ب7 كوبايات لبن. تمام. عايزة بقى تحطي لبن صافي حطي، عايزة تقسمي لبن وشوربة حطي. انا هحط 5 كوبايات لبن اللي هو كيلو اللبن، وهحط كوبايتين شوربة. كنت عاملة لحمة فخدت من شوربة اللحمة. وعايزة اقول لكم معلومة تاني يا بنات، لو وصلتي معايا للمقطع ده يعني او للوقت ده في الفيديو، اكتبي لي وقولي لي انا هقول ايه دلوقتي. عايزه اقول لكم يا بنات العزومه دي كانت على بابا، بس هو عملها عندي في شقتي. يعني كنا المفروض ان احنا اللي هنروح عنده، وكان هيعمل لنا الاكل دوت. فعندي رهف كانت تعبانه وظروف الدراسه وكده بصراحه ما رحناش. فحبيبي ربنا يخلولي يا رب هو وماما ويديهم الصحه، لقيتهم جايبين الحاجه وجايين. فالعزومه دي بابا اللي عازمنا، مش انا اللي عازماهم. انا عزمتهم اول يوم. بصي يا بنات، ده الشربات اللي فاض مني. انا حطيته كده في برطمان وفي باب التلاجة. تمام. تعالوا بقى نشوف شكل الرز المعمر. ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده تحفة. وهطلع منه دلوقتي وهوريكم ان الرزاية مفلفلة، مش معجنة ولا اي حاجة. احفظي كده، كيلو الرز عليه 7 كوبايات سوائل. وعملت معاه صينية بطاطس واللحمة. وده كان فطارنا، وبألف هنا وشفا يا رب على قلوبنا وقلوبكم انتوا كمان، ويا ريتكم كنتوا معانا. بصوا يا بنات شكل الرز ما شاء الله تبارك الله، مفيش حاجة لازقة تحت، مفيش حاجة معجنة، يعني ما شاء الله تبارك الله. وادي شكل البطاطس، كنت عاملاها بفلفل الوان وحاجة كده تستاهل بقكم والله. وادي اللحمة بتاعتي. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلاص بينتهي. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي.